يا جماعة شو هاللعب هذا؟ لك معقول الدقيقة 88 ومتعادلين مع اسبانيول؟ لك وين الاهداف؟ وين الاسيستات؟ وين المراوغات؟ كابتن بصراحة يعني في كم لاعب بريال مدريد ما عاجبيني، يعني مثلا عد على ايدك، عندك كورتوا، امبابي، فالفيردي، حاسس اداؤهم ضعيف ورب الكعبة يا كابتن، انت بالذات بتخرس، ولك لحد هلا صرت معترض على الحكم اكثر من 199 مرة، ومن اول ما غيرت شكلك اصلا انت مالك عاجبني، ولك عمل لك شغلة بالمباراة، مراوغة، تسديدة على المرمى مثلا. اسف يا جماعة اني طلعت لكم بنص المقطع، بس شوفوا يا جماعة اليوم عندنا تحدي انه نوصل هذا المقطع ل 10000 متابع جديد، لانه ما باقي لنا شيء لنوصل 600000، فاذا مالك متابعني تابعني، واذا متابعني شير المقطع لصديقك خليه يتابعني مشان نوصل 600000 متابع، وهلا كفى المقطع. شوف لك هذا الموسم قررت اني شجعك، لانه اللي عم بيصير ما له طبيعي، معقول برشلونة عم يحسم الدوري من اول 10 جولات؟ يا زلمة اطلع قدامك، هاي الدليل قدامك، متعادلين مع اسبانيول والدقيقة 89، يعني المباراة منتهية. استغفر الله العظيم، ولك لسه ما بلش الموسم، ما عندنا بسم الله دغري جاي تحفل. على كل حال نحن معتبرين هاي المباراة مباراة تحضيرية، لانه اداء ريال مدريد راح يبلش من المباراة الجاي، مباراة تحضيرية، معناتها المباراة الجاي راح تخسر بنتيجة 3-0. دقيقة شوي، في هجمة، دقيقة شوي بس. يلا فما حاجة، فما حاجة. انت بتعرف يعني انه خلص الموسم بلش، فانا قررت قرار شخصي اني كسر راسك من بداية الموسم. بسم الله. ايش هو فكرني خيفان منك. انطلقنا.